طبعا عارفين ان احلى حاجة في رمضان هي الكنافة. تعالوا معايا اوريكم اسهل طريقة كنافة في البيت واحلى من المحلات. هنا معايا حوالي 3 معالق من النشا و3 معالق من السكر البودر، بنقلبهم ونخلطهم، ومعانا حوالي من نص كيلو اللبن. احنا طبعا زي ما قلت لكم احنا هنعمل احلى والذ كنافة. دي كنافة رمضان يا جماعة. ممكن نحشيها مكسرات وممكن نحشيها مهلبية، انا هنا بحشيها مهلبية. زي ما انتم شايفين بضرب على البارد الاول وبعد كده هضرب على النار وابدأ اقلب فيها لحد ما القوام بتاعها يتقل معايا زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك وما تنسوش تعليق حلو وتكتبوا لي انتوا بتتابعوني منين. هنا بحط نقطتين من الفانيليا زي ما انتم شايفين، وبقلب طبعا كويس. شايفين القوام ابتدى يتقل معايا ازاي اهو. برضو بضرب تاني، شايفين ما شاء الله تبارك الله. اول ما بتفقفق كده بروح طفي عليها النار اهو كده. انا طفيت عليها النار، وعندي هنا بقى حوالي كيلو كنافه بكون مجمداه في التلاجة وبقفركه كده زي ما انتم شايفين وهو مجمد اهو. ممكن مش عايزينه بايدينا، ممكن نضربه برضو في الخلاط، بس نخلي بالنا علشان برضو الخلاط ما يبص. هنا عملته بقى بايدينا، فركناه كويس. وعندي هنا شوية زبدة مسيحاها، بحط حوالي مقدار 3-4 معالق عليها زي ما انتم شايفين. طبعا عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ويعود علينا كلنا يا رب بخير، واللي نفسه في حاجه يا رب تتحقق، ويا رب يكون شهر الخير علينا كلنا يا رب. هنا بقى لو في حاجه مكلكعه بفركها برضو. وهنا بدعك بالسمنه خالص والكنافه. هنا معايا حوالي مقدار معلقتين كبار من السكر البودره، بدلوها عليها وبخلطها مع الكنافه والزبده اللي انا سيحتها عليها زي ما انتم شايفين. بميكس كله مع بعض. عندي هنا صينيه بكون مدهناها زبده او سمنه، وبعمل طبقه من الكنافه واوزعها بطريقه كويسه زي ما انتم شايفين. باخد حوالي مقدار نص الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وابدا ان انا اسويها وابططها كده، واسوي الاطراف بالشكل ده. هنا سويتها وبططتها كده اهو. لو في حاجه ناقصه باخد من الكميه اللي عندي وبزودها برضو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هنا عندي بقى المهلبيه بتاعتي انزل بيها. لو مش حابين المهلبيه بيضه ممكن احط لها مكعب شوكولاته تسيح معاها طبعا، بس يفضل الابيض طبعا. زي ما انتم شايفين انزل كل الكميه اللي عندي ما شاء الله تبارك الله، وابدا ان انا اوزعها بالتساوي على الصينيه. الناس اللي مش عايزه مهلبيه ممكن تحشي مكسرات، اي حشوه انتوا بتحبوها او تفضلوها ممكن تحشوها، بس هي عايزه اقولكم دي بتبقى خطيره خطيره يا جماعه. هنا بعد الحشوه بتاعتنا هبدا بقى انزل بنص الكميه بتاعتي اللي الباقيه بالراحه جدا علشان المهلبيه بتاعتي اهو. ببدا اوزع بالراحه ما شاء الله زي الفل والله اهو. هنا كده خلصتها. هبدا بقى ان انا اسويها يعني ايه، وادوس عليها، اضغط عليها بالراحه. وهنا بقى بعد ما خلصت الضغطه انزل بمعلقتين من السمنه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. اديها ايه على الاطراف. فايدتها ايه؟ ان هي تخليها لي مقرمشه، يعني دي هتطلع كنافه لونها ذهبي وهتبقى مقرمشه وهتبقى احلى من اللي بناكلها بره بمراحل. ما تنسوش طبعا نصلي على النبي طبعا عليه الصلاه والسلام زي ما انتم شايفين. وهنبدأ بقى ان احنا ناخدها وندخلها الفرن
بنكون مسخنين الفرن الاول. هنا بقى بسم الله ما شاء الله بعد ما خرجت عندي هنا كان الشربات بتاع الكنافه كان عندي في التلاجة. طبعا عايزه اقول لكم ان بعد ما بتهدى طبعا بنرش عليها العسل بتاع الكنافه ده بيبقى تقيل وما بيبقاش سخن. بتاع الكنافه بيبقى تقيل يا جماعه، ما بيبقاش سخن، مش زي البسبوسه زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله كمان طلعت، بصوا والله مقرمشه ولونها ذهبي زي ما انتم شايفين بالظبط. بغرقها بكميه العسل اللي عندي. كنافه بتشرب العسل، فما تستبخلوش بالعسل اللي هو الشربات بتاع الكنافه. شربات الكنافه هبقى اعمله لكم مره في فيديو، وزي ما قلت لكم هو تقيل وبارد مش خفيف وسخن. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. وابدا ان انا اهز الصينيه علشان الشربات يجي في كل مكان. هنا بصراحه كنت بلعب بقى هنا كنت بلعب. طيب عايزين نعمل بقى ايه حاجه تليق بشهر الكريم اللي هو شهر رمضان، فاللي هو ايه هنعمل شكل. فخمنوا الشكل معايا كده في الكومنتات. هنعمل شكل الهلال يا جماعه، يا رب يكون عرفنا نعمله اصلا. هنعمل هنا شكل هلال بالجوز الهند. عندي جوز هند هنا حطينا طبق علشان يدينا الدوائريه بتاعه الهلال. فبصراحه طلعت طريقه ناجحه يعني. هنا بصراحه لا الطريقه طلعت تحفه بصراحه، اختراع والله. زي ما انتم شايفين بوزع جوز الهند على طرف الطبق اللي انا حطاه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش ما تنسوش الاشتراك واللايك وكومنت حلو منكم. شايفين الهلال يا جماعه بجد غيرت الشكل اهي. ياه ايه ده، غيرت الشكل 180 درجه. فطبعا كنت معاكم قناتي سوسو في المطبخ، ومستنيه منكم اي حاجه انتم محتاجينها، طبخه نعملها لكم، اكله، اي حاجه اكتبوا في الكومنتات.